السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست كلام أحلام. بودكاست اللي الهدف ديالو الأساسي والأسمى هو أننا نوليو أحسن نسخة من نفسنا ونعيشوا الحياة اللي حنا كنتمناو. إلا كنتوا أول مرة تشوفوا هذا المحتوى وكان كيعجبكم ما تنساوش ديروا أبوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كاع الجديد. الموضوع اللي قررت نهضر عليه في هذا البودكاست موضوع مهم جدا. شكون فيكم شي مرات كيحس بان الطاقه ديالو هابطه بزاف وما قادرش حتى يدير المهمات الصغيره في حياته، ما كيحش بالحماس وما كيحش بالتحفيز واخا يدير اللي دار، وكيعاني باش يكمل غير المهام البسيطه في الحياه ديالو. الدوبامين هذيك الماده الصغيره اللي كتفرز في المخ تقدر تأثر على حياتنا بشكل كبير، وهي اللي كتحكم في الحماس ديالنا، في الفرحة اللي كنحسوا بها من وراء كل إنجاز، وديك الطاقة اللي كتخلينا نفيقوا كل صباح باش نديروا داكشي اللي حنا بغينا، نخدموا، نتلاقاو بالناس، نديروا أنشطة، نطيبوا، ناكلوا اكسيتيرا. في هذا الفيديو غادي نفهموا شنو هو الدوبامين وعلاش الأغلبية فينا عندهم نقص كبير فيه، كيفاش نقدروا نزيدوه ونفعلوه بطريقة طبيعية في الجسم ديالنا باش نقدروا نوليو اكثر انتاجيه ونديروا كاع داكشي اللي حنا بغينا. خليكم معايا حتى الاخر، غادي نعطيكم جميع الاسرار، حيت الا عرفتي تحكمي في الدوبامين ديالك فانتي تحكمتي في الحماس ديالك، في الطاقه ديالك كل نهار، وفي كيفاش تقدري توصلي للاهداف ديالك في القرايه، في الخدمه، في العلاقات، وتكون عندك واحد الطاقه ايجابيه وطاقه طالعه وتفرحي باي حاجه كديريها. الا كنتم مستعدين نبداو الحلقه ديال اليوم. اول حاجه خصنا نفهموا شنو هو الدوبامين. الدوبامين هو واحد الماده كيميائيه موجوده بطريقه طبيعيه في الجسم ديالنا، كيفرزها المخ، وهي اللي مسؤوله على الاحساس ديالنا بالحماس، بالفرحه وبالطاقه الايجابيه. مثلا ملي كتسالي واحد لاطاش بسيطه اللي تقدري ديريها كل نهار، توجدي بيتك، تقادي حوايجك، تشري شي حاجه انت كتبغيها، تخرجي مع شي شخص اللي كيعني ليك وتحسي بواحد الفرحه، المخ ديالك في ديك الوقيته كيفرز الدوبامين وكيخليك تحسي بالفرحه من مورا واحد الانجاز معين، هو اللي كيخلينا نحسوا بالفخر وكيحفزنا اننا نديروا دي تروك جداد في النهار ديالنا ولو يكونوا بساط. ولكن في العصر ديالنا مع كثره ديال الاستعمال ديال السوشيال ميديا، الجيمين، الاستعمال ديال التليفون، تفرجوا في الافلام، لي فيديو اللي قصار، المخ ديالنا ولا متعود على متعه سطحيه وما كدومش بزاف. يعني هذيك المتعه اللي كتحسي بها ماشي متعه حقيقيه وكتدوم فقط بضع ثواني. هاد المتعه السريعه والسطحيه كتخلي النظام ديال الدوبامين ديالك في لو سيرفو ديالك وفي لو كور ديالك كيتاثر بواحد الطريقه اللي كبيره، وهذا الشيء باش كتولي تحسي بالارهاق وكتحسي حتى بقله الحماس وما كتبقايش اكسيتي حتى لداكشي اللي كان كيفرحك قبل، واخا ما كتكونيش كديري واحد المجهود اللي كبير. واخا هاد الامور تقدر تبان لك بسيطه، انك تبقاي تسكرولي في السوشيال ميديا، تشوفي في التليفون، تفرجي في افلام، تحسي بدوك المتعات البسيطه والقصيره، كتبان شي حاجه اللي سهله، ولكن راه كتاثر لك على النظام ديال الفراز ديال الدوبامين ديالك بواحد الطريقه اللي خايبه، وهذا الشيء كيبان الاثر ديالو في الحياه اليوميه ديالك. من بعد في لا فيديو غادي نقول لك شنو هما الاثار وشحال سي ديفونو غراف، لانه ما يخليكش توصلي للاهداف ديالك ولو تكون بسيطه. وانتم عارفين باننا باش نوصل لهدف كبير راه هذا الشيء كامل على حساب الاهداف ولي بيتي با اللي كنديرو كل نهار. يعني الا كان انا اليوم واللحظه ديالي ولو بريزون ديالي ما مقادش، ف 100% المستقبل ديالي حتى هو ما غاديش يكون مقاد. دابا ملي فهمنا شنو هو الدوبامين وكيفاش كيقدر يتاثر بطريقه طبيعيه، دابا غادي نقول لك شنو هما علامات النقص ديال الدوبامين. غادي نسولك اسئله واذا جاوبتي باه فكوني متاكده بان عندك نقص كبير في الدوبامين وخاصك تخدمي عليه وتفرزيه بطريقه طبيعيه، وهذا الشيء غادي نقولوا لك في الاخر ديال لا فيديو. الا كنتي كتحسي براسك عيانه بدون سبب واضح، يعني ما درتيش واحد المجهود وما تحركتيش، ما تمشيتيش، نعستي مزيان ولكن مازال كتحسي بهذاك العيا، عندك نقص في الدوبامين. واش فقدتي الحماس وداكشي اللي كان كيفرحك شحال هادي ناخذ غير من لواحد العام ولا عامين ما بقيتيش كتحسي بالفرحه وانت كديريه؟ مثلا كنت ملي ما كتحسيش براسك مزيان كتمشي، كتمشاي، كتشربي قهوه، كتشري شي حاجه بغيتيها. الا كنتي دابا واخا كديري داكشي اللي كان كيفرحك هادي عامين ما كتحسيش بواحد الحماس وبواحد الفرحه، فكوني متاكده بان عندك نقص كبير في الدوبامين. ثالث علامه، كتاجلي اي مهمه.
واي حاجه خصك ديريها اليوم كتقولي لا خليتها لغدا، وملي كيوصل غدا كتقولي خليتها لبعد غدا، لدرجه شي مرات كاينين شي حوايج ما عمرك ما غادي ديريهم، وحتى الا كاع فكرتي انك ديريهم غتحسي بواحد الصعوبه كبيره في الاول، وملي غتساليها غتقولي كون غير بديت قبل. هاد التاجيل والتسويف دليل كبير على النقص ديال الدوبامين عندك، خصوصا ملي كتكملي هذيك المهمه كتحسي بواحد الفخر، ولكن كتقولي كون غير بديتها قبل وكون غير ما اجلتهاش. وكاينين كاع شي امور اللي ملي كتاجليهم كتفقدي فرص كبيره وكتضيعي راسك، الوغ كنتي تقدري غير تحفزي راسك شويه اكثر. عارفه باللي ماشي ساهل، داكشي باش غادي نعطيك طرق بسيطه باش تقدري تفرزي الدوبامين بواحد الطريقه طبيعيه وتريغولي في لو سيرفو ديالك. ولكن قبل ما نعطيك غادي نكمل معاك العلامات ديال النقص ديال الدوبامين. ومن بين هاد العلامات كتولي دائما كتقلبي على شي حاجه حلوه، يعني دائما كتجري من مورا السكريات، دائما كتاخدي لي كافي وكتحاولي تكوني فايقه ومتحمسه، ولكن داكشي ما بقاش كيقضي فيك، كيجيب لك غير قله النعاس وما كيجيب لك غير الارهاق. ومن بين العلامات المهمه هو انك مدمنه على السوشيال ميديا، يعني كدوزي النهار ديالك كامل وانت كتسكرولي وانت كتشوفي في لو كونتوني ديال لي انفلونسور و لي انفلونسوز وانت كتقراي في لي كومونتير وانت داخله في لي جروب اكسيتيرا. هذا الادمان ديالك على السوشيال ميديا وتفرجي في امور اللي يمكن شي مرات ما غتنفعكش بزاف دليل على انك عندك نقص حاد في الدوبامين، وكتحاولي تفرحي راسك وتحفزي راسك بواحد المتعه اللي كما قلت لك سطحيه وسريعه، ولكن غير من موراها كتحسي بداك لو دروب وكتحسي براسك ما عندكش الطاقه. وحتى الا نعستي 8 ولا 7 ديالك ونعستي بكري، واخا كتفيقي مع 7 ولا مع 6 ولا مع 8 باش تمشي للخدمه ولا باش تمشي للقرايه ولا كاع باش تفيقي تقابلي وليداتك باغ اكزومبل، كتحسي بانك عيانه بزاف وما عندكش طاقه باش تكملي النهار وما كرهتيش غير تعاودي ترجعي تنعسي وما ديري والو وتاجلي داكشي اللي عندك داك النهار حتى لشي مره اخرى. هاد العلامات اللي جمعتيهم ولا جاوبتي على كل سؤال سولتك ولا كل علامه لقيتيها فيك فكوني متاكده بانك الدوبامين ديالك هابط بزاف، وهذا الشيء غادي ياثر عليك على المدى القصير ولكن اكثريه على المدى البعيد، حيت ما غادي تبقاي تفرحي بحتى حاجه، ما غتبقى تحفزك حتى شي حاجه، فانت غاده في واحد الطريق اللي ماشي هي هذيك، وغادي تقدري تضيعي عليك فرص وتقدري ما توصليش كاع الاهداف ديالك ولو يكونوا بسيطه. الا عرفتي هاد العلامات ولقيتيهم فيك غادي نعطيك اسرار باش تقدري تفرزي الدوبامين بشكل طبيعي. هذا الموضوع خصك تاخديه على محمل الجد، لانه كما قلت لك راه كيأثر على جميع لي فولي ديال حياتك، العلاقات ديالك الشخصيه، القرايه ديالك، الخدمه ديالك، الوليدات ديالك، الطاقه اللي انت كتنشري في الدار ومن مع نفسك غتكوني بخيله على راسك. دابا ملي عرفتي هاد العلامات غادي يكون سهل عليك اكثر انك تلقاي الحلول، ودابا غادي نعطيك الحلول باش تفرزي الدوبامين ديالك بواحد الشكل طبيعي. اول حاجه واحد الحاجه اللي بسيطه وحنا عندنا بزاف في المغرب ولكن ما كنستعملوهاش كاع، والاغلبيه ديال المغاربه عندهم نقص في فيتامين دي لاننا ما تنتعرضوش للشمس. واول حل باش تفرزي الدوبامين ديالك بشكل طبيعي سهل وبسيط، غادي تعرضي للشمس لمده ديال مينيموم 10 مينوت بيان سور وانت حاميه البشره ديالك، ولكن راه خاص الشمس تقيس لو كور ديالك وتقيس لابو ديالك، لانها هي اللي غادي تعاونك على انك تفرزي لا فيتامين دي وتكوني مرتاحه وفرحانه. حاولي تيفيتي الشمس اللي قاصحه، يعني من 12 حتى 4 وتاكسبوزي مع راسك وحسي بالجمال ديال الطبيعه. شي مرات الحلول سهله كيكونوا دايرين غير حدانا ولكن حنا ما تنكونوش عارفينهم، وحتى لا كنا عارفينهم كنعكزوا اننا نديروهم، ولكن نصيحه ما تعكزيش على شي حاجه اللي تقدر تفيد الصحه ديالك. ثاني نصيحه هو انك تمارسي رياضات خفيفه بحال المشي، اليوغا والتنفس العميق. الا تمشيتي غير 20 دقيقه فكوني متاكده بان لو كور ديالك غادي يبدا يفرز الدوبامين اي جوست ابري غتحسي براسك انرجيتيك فرحانه مستعده ديري دي تاش جداد. اليوغا حتى هي واحد الرياضه مفيده جدا باش انك تفرزي الدوبامين. الرياضه اون جينيرال كتساعد على افراز هرمونات بحال هرمون السعاده اللي هو دوبامين. ثالث حاجه تقدري تحدي اهداف صغيره كل نهار، يعني ديري دي زوبجيكتيف صغار اللي ملي غتوصلي ليهم غتحسي بالرضا على راسك. كنت قريت في واحد الكتاب بانك الا قديتي لو لي ديال كل نهار فهاد المهمه تقدر تخليك تحقي دي تروك اللي انت براسك ما تقدريش تخيليهم، يعني انجاز صغير كل صباح يقدر يحفزك ديري اكثر واكثر والنهار ديالك يكون اكثر انتاجيه، يعني تقدري ديري فيه بوكو دو تاش. كل نجاح واخا يكون صغير كيحفز المخ على انه يفرز دوبامين بطريقه طبيعيه. رابع نصيحه هو انك تاكلي صحي وتركزي على البروتينات. الاكل الصحي اون جينيرال واحد الحاجه مهمه في لو كونفور وفي الراحه ديالك اليوميه. لا كونسوماسيون ديال السكر بزاف، الكافيين
كيعطيك واحد المتعه ولكن غير انستانتاني، ومن موراها كتحسي بواحد لو دروب كبير. وانا شخصيا عندي علاقه غير صحيه مع السكريات، وحتى دابا مازال كنحاول نخدم على راسي وكنحاول نقص منهم ونعوضهم بواحد الاكل صحي. عارفه بلي هادشي ماشي ساهل، ولكن العزيمه والاراده ديالنا هي اللي غادي تخلينا ان شاء الله نكونوا مرتاحين ونفرزوا الدوبامين ديالنا بشكل طبيعي. خامس واهم حاجه، خاصك تنقصي من السوشيال ميديا اللي كتحفزك ولكن غير بطريقه سطحيه، ومن موراها كتحسي بواحد لو دروب، كتحسي بالشقيقه، راسك كيبدا يضرك. حاولي ديري 1 اور ديتوكس من السوشيال ميديا، يعني ساعه ما تستعملي فيها حتى شي ريزو سوسيال، ما تشوفي فيها اوكن ستوري، ما تجاوبي فيها على اوكان ميساج. خدي ساعه على راسك، قراي فيها شي كتاب، قيدي فيها الاحاسيس ديالك اللي حسيتي بهم وسط النهار، دي تروك سامبل ولكن راه كيعاونك بواحد الطريقه كبيره في لو كوتيديان ديالك. اي دونك الا كان لو كوتيديان ديالك ولو بريزون ديالك مزيان، فراه 100% المستقبل ديالك حتى هو غادي يكون مقاد. سادس حاجه، النوم الجيد. خاصك تكوني كتنعسي مزيان، وحاولي مثلا تكوني كتنعسي في نفس الساعه كل نهار باش ترتاحي، لان داك النوم العميق راه هو اللي كيعاوننا نفرزوا دوبامين وكيعاود يجدد لنا الطاقه ديالنا في النهار الجاي. وواحد النصيحه حتى هي مهمه بزاف غتعاونك، مارسي التامل، لا ميديتاسيون. وغتلاحظوا بان في كاع لي فيديو غادي نكون كنهضر على التامل، لانني انا شخصيا جربت المفعول ديال التامل في الحياه ديالي. غير الا جلستي قدام البحر بوندون 10 مينوت وتاملتي في الجمال ديال الطبيعه، الا مشيتي غير لواحد الجرده وواحد الغابه وشفتي وسرحتي شوفه كما كنقولوا، هاد القضيه كتفرز عندك الدوبامين بشكل طبيعي وبشكل كبير بزاف. التنفس العميق حتى هو واحد الحاجه اللي اساسيه، خاصك توصلي الاكسجين لجميع الاعضاء ديالك، وكوني متاكده اي حاجه كتعطيها لو كور ديالك، اي حاجه كتعطيها لو سيرفو ديالك، فهي يا اما كترجع لك بالمنفعه ولا بالمضره. والا جربتي هاد النصائح الساهلين اللي تقدري تبدايهم من دابا، ما غنقولكش من غدا، من دابا غتحسي بواحد الفرق اللي كبير وشاسع. الطاقه ديالك غادي تجدد، غادي تولي اكثر انتاجيه، ما غيبقاوش لي ميسيون الساهلين ديال كل نهار يجيوك تقال، وغادي تحققي الاهداف ديالك بواحد لو ريتم اللي صحي ومحفز. يعني ما غاديش تخرجي الطاقه ديالك في مره واحده، بشويه بشويه حتى تلقاي الراحه ديالك والروتين المناسب ليك باش تفرزي دوبامين بشكل طبيعي. وقبل ما انتي تبداي تلاحظي الفرق، انا متاكده الناس اللي دارين بيك غادي يلاحظوا الفرق. الا كنتي كتقراي غتولي تقراي بواحد الطريقه احسن وغتولي تكونسونطراي اكثر. الا كنتي كتخدمي غتولي ليفيكاسيتي ديالك في الخدمه اكبر واكثر، وغتولي دوزي وقيتات اقل في دي ميسيون اللي كانوا كياخذوا لك الوقت، لان التركيز ديالك كان مشتت. الا كنتي فقدتي الحماس ديالك من امور اللي كانت كتفرحك، كوني متاكده ان الامور البسيطه غادي ترجع تفرحك. دابا بغيت كنتي تقولي لي وكتبي لي في لي كومونتير شنو هي النصيحه اللي غادي تطبقي وشنو هي العاده الصحيه اللي غتبدايها من اليوم. الا عجبتكم لا فيديو وكان كيعجبكم هذا النوع ديال المحتوى، ما تنساوش ديروا اشتراك في القناه، تفعلوا الجرس باش يوصلكم كاع الجديد، وما تنساوش تخليوا لي لايك كتشجيع المحتوى ديالي. غادي نخلي لكم انستغرام ديالي جوست يسي اللي غنبقى نبارطاجي فيه دي استوس باش نوصلوا لاحسن نسخه منه. شكرا لكم الى بقيتوا حتى لهنا، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.